عرايس اللحم بنكهة الصفيحة. أهلا وسهلا فيكم في مطبخ الأكلات الشعبية. طلبتوا مني بفيديوهات سابقة لما عملت لكم عرايس اللحم إنه جربها بخلطة الصفيحة بلبن والصفيحة العادية، وأنا جربت لكم بهذا الفيديو الخلطتين، خلطة الحواوشي وخلطة الصفيحة بلبن. اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، شير لكل معارفكم، ودعموا الفيديو بلايك لو عجبكم، ورح فرجيكم نتيجة تجربتي كيف كانت. رح أنصحكم بآخر الفيديو إذا كان يعني تجربوها أو لا تجربوها. مقاديرنا لخلطة اللبن: بدنا ربع كيلو لحمة، بصلة ناعمة أو مبشورة بشر، ملعقتين لبن، وملعقتين دبس رمان، وفلفل وملح فقط لا غير. وعندي للحواوشي أو للصفيحة بخضار كمان لحم ناعم ربع كيلو، بصلة مفرومة أو مبشورة ناعم، طماطم عدد 2 مبشورة، حبتين فلفل مقطعين ناعم، وفلفل أسود، وملح ودبس رمان. هلا نبدأ نخلط الخلطات مثل ما شايفين. بنحط البصل والطماطم والفلفل والبقدونس كمان مع اللحم، هاي للعرايس باللحم بالخضار، ومعلقتين دبس رمان، ورشة فلفل أسود حسب الرغبة، والملح كمان حسب الرغبة. نضيف كمان البقدونس فوق كل المكونات ونبدأ نخلطهم، وهيك جهزت خلطة العرايس باللحم بالخضار. وهلأ كمان بنجهز عرايس يعني الخلطة تبعت اللبن، اللحم باللبن مثل صفيحة اللبن تماما. كمان بتحط البصل المبشور الناعم، وملعقتين لبن رايب، مو اللبن الحليب، لبن رايب أو زبادي، بس هو اللبن أطيب، اللبن الرايب. وكمان ملح وفلفل أسود ودبس رمان، هاد أساسي. وعملت لكم كمان الرغيف هذا اللي بكون عليه محمرة، خلطة المحمرة هاي كنوع من المقبلات، بيعملوها مع اللحم، مع الكفتة، مع الصفيحة، مع كل شيء. هون عندي كزبرة وبقدونس وصلصة طماطم ودبس رمان ودبس فليفلة حادة وزيت. بنخلطهم كل المكونات مع بعض، بنحط الزيت وبنضيف فوقه دبس الرمان وصلصة الطماطم والبقدونس والكزبرة والدبس الفليفل الحادة والملح، وبنخلطهم تماما ونبدأ بقى نشتغل. بس اعذروني اليوم صوتي مو تمام ابدا عشان عندي برد وعندي يعني الانفلونزا، بس وكمان عم سجل بالليل فالصوت هيك طالع مش كما يجب، يعني تحملونا بهذا الفيديو. مشان سرعة الإنجاز عملت 3 صواني ألمنيوم دهنتهم بالزيت، 3 عشان اشتغل ب3 خلطات مع بعض عشان يطلعوا كلهم مع بعض وناكلهم سخنين، عشان أعطيكي النتيجة النهائية وشوف إذا فعلا بنصحك تعملي هاي الوصفة أو لا بالرغيف. يعني طبعا هي بالعجين يعني أكلات هاي توب لا يعلى عليها صفيحة، أما أنا جربت لك إياها بالخبز، طبعا حسب طلبكم انتو يعني، بس فعلا يعني انتو هلا بتشوف باخر الفيديو شو رح نعلق. نبدأ بقى نفتح رغيف الخبز هيك مثل ما شفتي فلقتين، وندهن الفلقة اللي بالأرض بالزيت عشان تحطي تمدي فوق الخليط، وتبدي بقى تحطي بالخضار على واحد، وباللبن على واحد، والمحمرة كمان على واحد. أنا هيك بديت يعني رغيف من كل نوع وحطيتهم على كل واحد على الصينية، ومشان يعني لحق كل النكهات مع بعض، ما يبرد شي قبل شي ويخلص شي قبل شي.
حاولت سرع الفيديو على قد ما بقدر عشان يعني ما يطول عليكم الفيديو بالوقت. وهيك هلا عملنا مثل ما شفتي اللحم بالخضار واللحم باللبن، وهاي المحمرة ما بتكتري، يعني هاي دهنة الرغيف هيك شيء انه عشان كتير بكون مركز فيها طعم الصلصة وطعم الدبس الفليفلي وهيك، فانت يعني شيء انه هي عبارة عن مقبلات بس. بعد ما تحطيهم بالصواني تبدي تدهني الوش اللي فوق بالزيت كمان، عشان احنا هلا بدنا نقلب الرغيف على الوش التاني عشان يتحمر من الطرفين ويستوي اللحم مزبوط كمان على الوشين. هلا من خلال تجربتي رح انصحك نصيحة: الرغيف بتقلبيه مو مرة واحدة، يعني بتقلبيه بتحطيه لو اول شي على هذا الوش، بتقلبيه على الوش الثاني، بيطرى الوش الاولاني بتردي بتقلبيه على الوش الثاني، يعني خلي الرغيف كل واحد ياخد معك قلبتين على كل وش مرتين، عشان بس يطلع يعني السوائل تطلع تبعت اللبن او تبعت الخضار تنشفيها، هيك ما بيتش الرغيف، يعني ما بيصير انه مثل المي عليه. هاي النصيحة اللي انا لاحظتها من خلال التجربة، ونصيحتي انه فعلا جربوها رح تعجبكم كتير كتير، وفعلا بنكهة الصفيحة، يعني فعلا هو بالنهاية انه الخبز عجين، كان عجين، ففعلا طلعت نفس نكهة الصفيحة. واللي طلب مني جربها بقولك انه جربيها، هاي انا جربت لك اياها قبلك وكتير كتير كتير عجبتنا، وكل اللي اكلها انبسط فيها، فنصيحة جربوها. بس بدي منكم طلب صغير، هو انه تشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركوا كل معارفكم، ودعموا الفيديو بلايك لو عجبكم، وعلقوا لي بأي شيء بدكم اياه او لاحظتوه او بتطلبوه مني نفذ لكم اياه بالقناة، اكتبوا لي اياه بالتعليقات. واهلا وسهلا فيكم، والى اللقاء بالفيديو القادم.